السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيك كيجي خطير في المذاق بالمندرين، ما تشبعوش منه. فاول حاجه كنحتاج 3 ديال المندرينات، وكنحتاج كاس الا ربع ديال السكر، ممكن ديروا كاس، وكنحتاج كاس ديال الزيت. بالنسبه للكاس فكاس ديال العنبه باش كنعبر. عندي 2 كيسان ونص ديال الدقيق يكون نوع جيد، وعندي 2 بيضات من حجم كبير. الا كانوا حجم صغير كتاخذوا 3 البيضات. عندي 2 خمارات ديال 8 غرام في المجموع 16 غرام، وعندي واحد حامضه كنحك القشره ديالها، وكندير العصير ديالها كذلك، اولا كندير هي النصف ديال الحامضه كنعصرها. بالنسبه للحامض فكيبقى اختياري، ممكن ديروا الحامض، ممكن ديروا الفاني، ممكن تستغناو عليهم كاع في خطره. فبالنسبه للطريقه البنات، كناخذ المندرين كنحيد له القشره ديالو، كنحيد له هذوك الجلوف الوسطانيين، دوك الخيوطه ديالهم. الا كان فيه العظم كتحيدوه له، فكتنقيوه مزيان من هذوك الجلوف. صافي من بعد كنديرو في الاناء، كنوضع عليه السكر وكنوضع الزيت، وكناخذ الميكسور كنطحنو مزيان مزيان حتى كيتطحن. الا كان عندكم الميكسور فكطحنوه، ما كانش عندكم كديروا الكل في مولينيكس وكطحنوه مزيان لمده ديال واحد 4 ديال الدقائق حتى ل5. يعني خص داك المندرين ما يبقاش حبات نهائيا، خصو يتطحن مزيان. من بعد كنضيف عليه واحد القبيصه ديال الملح. بالنسبه للمقادير الاخرى فكنخليها حتى من بعد، حتى كنطحن مزيان هاد المندرين مع الزيت والسكر. كما قلت لكم كطحنوه مزيان واحد المده ديال 4 حتى ل 5 ديال الدقائق، واخا بالميكسور كتبقاو طحنوه 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 حتى كيتطحن مزيان. فهنا من بعد ما تطحن ليا الخليط كيجي على هذا الشكل، فدابا كنضيف ليه البيض وكنطحن واحد الطحنه اخرى. من بعد عاد كنضيف القشره ديال الحامض، كنحك لها هذيك القشره الفوقانيه، ما كتوصلوش لهذيك البيضه باش ما تجيكمش مره، اولا ممكن ديروا فاني كما قلت لكم. وكنعصر نصف حامضه كنعصرها مزيان. صافي من بعد ما تخلط ليا الخليط الاول مزيان، فكناخذ الدقيق كنضيفو على 3 ديال الدفعات. كنضيف الدفعه الاولى وكنخلط مزيان، وكنعاود الثانيه. ملي كتبقى لي الدفعه الثالثه كنضيف عليها الخمارات. بطبيعه الحال الدقيق كيكون مغربل وكيكون نوع جيد باش كتسقى لينا الكيك زوينه. كنضيفو وكنخلط مزيان حتى كيتجانس. فبالنسبه لهذا الخليط ديال الكيك غادي يجيكم ثقيل شويه، ما تخافوش منه، راه من بعد ما كطيب كتجي خفيفه. تبعوا المقادير، ما تقولوش تنقصوا على الدقيق غادي يجيكم كثير، او لا ما تنقصوش نهائيا، هي كتجي اصلا ثقيله. صافي كناخذ المول، اي مول عندكم كتاخذوه كدهنوه بشويه ديال الزبده وكترشوا بشويه ديال الدقيق الا كان كيتلصق لكم. صافي كنكب فيه الخليط وكندخلوا للفران اللي كيكون من قبل مسخن قبل واحد 5 او 6 ديال الدقائق، وكندخلوا الكيك ديالنا. كنخليوه على نار مهيله في الوسط حتى كيطيب وكيتحمر لينا وكنخرجوه. فهنا من بعد ما خرجت الكيك من الفران كما كتشوفوا هو باقي سخون، خصو يتسقى. بالنسبه للسيرو فما صورتوش معكم، ولكن غادي نقول لكم المقادير. فيه كاس ديال الليمون، عصير ديال المندرين، وكنضيف عليه واحد 2 معالق ديال السكر، ممكن نضيفوا واحد الفاني، وكنسقيو هذاك كنطبخوه واحد شويه حتى كيغلى، كتطلع فيه الغليه. منين كنخرجوا الكيك من الفران كيكون السيرو بارد والكيكه كتكون سخونه، كنتكوها بالموس وكنسقيوها مباشره. كنخليوها واحد 3 دقائق او 4 دقائق وكنقلبوها. من بعد ما كنقلبوها بالتفصيل ديال التقديم فكتجينا على هذا الشكل. كنقطعوها وكنزوقوها بشويه ديال الكوك، ممكن تخليوها غير هكاك، ممكن تزوقوها بالكوك او لا بلوز ايفيلي او لا بلوز مهرمش او لا كاوكاو. المهم لكم الاختيار، تزوقوها باش ما بغيتو. فكما كتشوفوا كتجي خفيفه، ما تخافوش منها، واخا راه بانت لكم ثقيله كتجي خفيفه، واحد الخفه فيها زوينه بزاف. في المذاق كذلك كتجي زوينه ومن السما بالنكهه الليمون، يعني كتجي زوينه بزاف. فوصلت معكم النهايه ديال الفيديو، كنتمنى الحلقه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى حلقه اخرى ان شاء الله، السلام عليكم.